السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا الشاطرين، طلاب أولى ثانوي دفعة 2025. أهلا بك يا بطل في التقييم الأسبوعي رقم 3. تالت أسبوع، جه بسرعة. الدنيا بتجري، امتحان الشهر على أبوابه والدنيا بتسرح منك، خلي بالك. يا رب تكون استفدت من التقييم التاني بشكل مفيد ليك، أو التقييم التاني والأول بشكل مفيد ليك، وركز معايا في التقييم التالت النهاردة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الفاتح. يلا كده يا جماعة نبدأ. السؤال الأول معانا بيقول إيه؟ بيقول لك يقول بيرمونتي: لم تكن الرعاية الدينية في مصر، رعاية دينية، لم تكن الرعاية الدينية في مصر القديمة مقصورة على الحيوانات، فقد كان للخضروات نصيبا منها، فقد كانوا يقتربون في احترام شجرة الجميز لجمع المياه التي تصبها تلك المعبودة المخيفة المخفية داخل الشجرة. تلك معبودة بتصب خارج أو داخل الشجرة. بيقول لك هنا إيه؟ نستخلص مما سبق أحد جوانب اهتمام الفكر المصري القديم بالبيئة. هنا بقول لك معبودة، حاجة دينية، حاجة بعبدها. فهي يا جماعة هنا الإجابة إيه؟ هل هي تعويذة إعلان البراءة؟ وأنا كلمتك قلت لك إن هو بيبدأ بيها، قلت لك هنا الإنسان مات أصلا. بيقول لك رعاية دينية، فهي مش تعويذة إعلان البراءة. أنا هنا اتكلمت عن حاجة فيها نهر النيل، اتكلمت عن مياه، فمش تقديس وتأليه. أنا هنا قلت لك الحفاظ على البيئة وسيلة تقرب الآلهة. فين الآلهة هنا؟ يعني فين ان انا بحافظ عشان اوصل للآلهة هنا؟ لا يا جماعة، هنا ديت مظاهر البيئة، منهل للديانة المصرية، معبودة تصبها. فدي كده مظاهر البيئة، هي منهل، خلي بالك، للديانة المصرية. السؤال الثاني: الاهتمام بدراسة المجتمع الحضري البدوي، مجتمع اهو حضري بدوي، وتحديد أوجه الشبه والاختلاف. والله أوجه الشبه والاختلاف في المجتمعين في جميع الجوانب الحرفية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية، يوظف ما سبق للدلالة على اهتمامات أحد المفكرين في مجال البيئة. مين اللي اتكلم عن الكلام ده؟ علي بن رضوان اتكلمنا عن المكان وحاجات زي كده، بس ربطها بالأمراض. هل هنا في أمراض؟ لا يا باشا. يبقى هنا انا هقول له، بيقول لي اكشف عنه. هنا يا جماعه زي ما قلت لك دوت عبد الرحمن ابن خلدون وليس علي بن رضوان، لو انت واخد بالك معايا. السؤال اللي بعد كده بيقول لك يسعى العديد من المستثمرين الى تحقيق ارباح في البورصه. مستثمرين بيحققوا ارباح في البورصه، تمام، من خلال رصد أسباب صعود وهبوط الأسهم والتعرف عليها قبل الاستثمار فيها. نستخلص من الموقف السابق أحد أهمية إحدى قوائم بيكون، وهي طيب بقول لك صعود وهبوط، حاجة طالعة ونازلة. هل دي حضور؟ دي حاجات موجودة فيها الظاهرة أصلا؟ لا يا باشا، مش حاجة فيها الظاهرة. طب رقم جيم، هل رقم ج هي ب؟ فانا كده استبعدت ج وب، حضور او اثبات. طب هل هي غياب؟ انا بقول لك حاجات متفاوته، حاجات متدرجه. يبقى يا باشا مش الغياب، هنا هتبقى الاجابه رقم ا، التفاوت. السؤال اللي بعد كده: يعد الجانب البنائي عند بيكون هو الاكثر فاعليه في تفسير الظواهر. طبق بمثال من عندك. ايوه يا باشا، الجانب ده كان الاكثر فاعليه من الجانب السلبي عند بيكون. والراجل ده هتقول له الاجابه هي عم ان هو بحث ظاهره الحراره. هتقول له ان عمك بيكون اصلا بحث ظاهره الحراره، فقام بترتيب المعلومات في 3 قوائم: قائمه الحضور اللي هي الاثبات، قائمه الغياب اللي هي النفي، ثم قائمه التفاوت اللي هي حرارة الشمس في درجات النهار المختلفة. فهو هيديك قانون بقى، ثم نقوم بتحليل القوائم عشان اطلع واصل الى قانون. القانون هيديني سبب ايه هي علة الحرارة، هل هي ضوء الشمس، هل هي ضوء القمر، هل هي ايه اللي بيحصل في الكلام ده كله. فدي يا جماعة اجابة السؤال دوت. هتقول له المثال بتاع الحرارة الشهير بتاع عمك بيكون. يقول عمك غوستاف لبون: ولم يجهل العرب ما أجهلوش تأثير الجو الصحي، جو صحي، ومن ذلك نص ابن رشد على تأثير الأقاليم في داء السل. داء مرض، داء مرض. قلت لك أي مرض
علي بن رضوان ولا عبد الرحمن بن خلدون؟ لا يا عم، انت قلت لي اي مرض، هو الراجل ابن رضوان. هانزي وناس اتكلمنا عن اخلاق مسؤوليه، فين اخلاق مسؤوليه يا جماعه هنا؟ وعمك الدو ليبيلد اتكلمنا عن اخلاق الارض، الراجل دوت ميز بين البيئات الصالحه والغير صالحه، الراجل ده مؤسس علم العمران البشري، فالاجابه عندي مش به. قلت لك اي مرض، اي مرض، علي بن رضوان على طول. في اللحظه التي يرتفع فيها منسوب الفيضان، ميه فيضان، خلي بالك ميه، تقدم القرابين للمعبود حابي في كثير من العبادات. يصف ما سبق احد جوانب اهتمام الفكر المصري القديم بالبيئه، وهي ايه؟ بقول لك ميه، ها خد بالك ان كلمه ميه دي معبود حابي وميه. هنا الحفاظ على البيئه واحترامها، هو انا حافظت على البيئه واحترامها عن طريق الميه؟ لا يا عم، انا هنا بكلمك عن حاجات تانية خالص. دي تعويذه اعلان البراءه، دي رقم ج. لا مش تعويذه اعلان البراءه، عشان تعويذه اعلان البراءه ديت بيستهلها المتوفي، خلي بالك، بيبدا السلام عليك ايها الاله العظيم، ملهاش علاقه بالكلام دوت. طيب هل دي اهتمام الفكر المصري القديم بمظاهر البيئه؟ هو دي مظاهر بيئه دلوقتي؟ انا اتكلمت في حاجه فيها نباتات، اتكلمت في حاجه فيها حيوانات، فلا يا رجاله، ديت هتبقى تقديس نهر النيل وعبادته. اي حاجه فيها ميه زي ما قلت لك تبقى نهر النيل على طول. خد بالك الحته دي مهمه، اي حاجه فيها ميه فيضان رايح جاي مش عارف ايه، قول له نهر النيل. السؤال اللي بعد كده، الراجل هنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك الوصول الى ان، الوصول الى ان الحركه تلازم كل جسم حار، حركه تلازم كل جسم حار. الوصول، انا كده خلاص وصلت طلعت قانون بيقول لي الحركه تلازم كل جسم حار. هل دي ملاحظه؟ بقول لك وصلت، الملاحظه دي اول حاجه خالص، بجمع معلومات لسه، فهي مش ملاحظه. طب انا هنا بحلل في قوائم 3، قوائم 3 ايه؟ بقول لك وصلت في الاخر، ولا حضور ولا غياب ولا تفاوت. طب هنا ترتيب المعلومات لا مش ترتيب معلومات يا عم، ترتيب معلومات دي التالتة، لا انا بقول لك الاخيره هي صياغه القانون المفسر، دي اخر خطوه عندي من خطوات المنهج اللي عمله بيكون المنهج الايجابي، فهي هتبقى صياغه القانون المفسر. السؤال اللي بعد كده، الراجل بيقول لك هنا ايه؟ بيقول لك سمات الفرد انعكاس لبيئته. الفرد انعكاس للبيئه، اهو بيئه، ما بتكلمش عن امراض، ما بتكلمش عن اي حاجه، بقول لك فرد وانعكاس للبيئه. دلل بمثال من عندك في ضوء دراستك لاسهامات عبد الرحمن بن خلدون في الفكر البيئي. دلل بمثال، دلل بمثال من عندك في ضوء دراستك لاسهامات عبد الرحمن بن خلدون. ايوه عبد الرحمن بن خلدون اللي كلمني عن الاثار دي اصلا. فانا هقول له ايه؟ هقول له ان سكان المناطق الحاره وسكان المناطق البارده، سكان المناطق الحاره دول يا باشا بص يتميزون بالفرح، يتميزون بالبهجه، بينما سكان المناطق البارده ناس عندهم عزله، ناس عندهم اكتئاب، ناس عندهم خمول. السؤال اللي بعده يقول لك يؤكد الواقع على، الواقع بيؤكد على وجود علاقه بين ارتفاع وانخفاض درجات حراره المياه وبين الغليان. اكشف عن إحدى قوائم بيكون المشار إليها مدللا عليها بمثال من عندك. بقول لك ارتفاع وانخفاض، فده كده لو تاخد بالك هو تفاوت على فكرة، تفاوت. وهقول لك يا باشا هنا في التفاوت اختلاف درجة حرارة الشمس في ساعات النهار المختلفة، ده المثال الشهير عندك في كتاب المدرسة. يبقى في التفاوت أنا اختبرت الشمس على فكرة في ساعات النهار المختلفة، لو أنت واخد بالك معايا. السؤال اللي بعد كده يقول كارنكال بما أن الهواء عنصر أساسي لهذه الحياة وتلوث هذا العنصر له آثار على الإنسان، فهناك العديد من الأمراض. لسه قايل لك أمراض علي بن رضوان، أمراض علي بن رضوان، بيئات صالحة مكان عبد الرحمن بن خلدون، مش ألدو ليبولد يا جماعة. اتكلمنا عن أخلاق الأرض وقلت لك عبد الرحمن بن خلدون بيميز بين البيئات الصالحة والغير صالحة وأثر الهواء على البشر. أما هانزي وناس ده بيكلمنا عن أخلاق المستقبل، وفين المستقبل في الموضوع هنا؟ يقول عمك بير مونتيه هذا التمساح هو المعبود سوبك، أحد الآلهة ذوي الشهرة الواسعة، وكان لعبادته مركزان أن أحدهما في الفيوم والثاني في سومنو والثاني في سومنو. يصف القول السابق أحد جوانب اهتمام الفكر المصري القديم بالبيئة.
هنا بقول لك تمساح ومعبود. لما جيت اتكلمت عن المصري القديم، هو ده كتاب موتى؟ لا، هو مش كتاب موتى. كتاب موتى انا بقول لك بقدمه لما بموت، انا لسه ما متش. تعويذه اعلان البراءه دي جزء من كتاب الموتى، فهي مش دي. هل هي نهر النيل؟ في هنا نهر؟ انت شايف في نهر؟ طبعا مش نهر. هنا البيئه صور واشكال دينيه. الفيوم مكان، سمنه مكان. فهنا ده معبود تمساح، كانوا بيروحوا يوجهوا له القرابين، كانوا بيروحوا يتقربوا اليه ويعبدوه. تمام كده يا جماعه. ثالث سؤال بيقول لك يقول بيكون: علينا اذن ان نبدا بتنظيم المعرفه البشريه. عايزين تنظيم. تنظيم دي خلي بالك يعني ترتيب، هو عايز يرتب هنا. يبقى هنا عمك بيكون عايز يرتب المعرفه البشريه. وتصنيف انواعها، بصنف بحلل اهو. ان ذلك سيساعدنا على فرض النظام. نستخلص مما سبق ضرورة استخدام إحدى خطوات الجانب الإيجابي، وهي: هل دي ملاحظة وجمع معلومات؟ أنا بقول لك تنظيم، ترتيب. فهنا خلي بالك لسه مش جمع معلومات. هنا حللت في قوائم ثلاثة، قلت لك هو موجود هنا مش موجود هنا مش موجود هنا. لا، أنا ما حللتش يا عم، أنا فين القوائم في الموضوع. هنا أنا وصلت القانون، أنا لسه بقول لك ببدأ بنظم. فدوت ترتيب المعلومات والبيانات لو تاخد بالك. السؤال اللي بعد كده: لقد خصص عبد الرحمن ابن خلدون جانبا كبيرا من كتابه المقدمة للحديث عن أثر الأقاليم الجغرافية على حياة البشر. بكلمك عن عبد الرحمن ابن خلدون. هو اتكلم عن أثر الأقاليم المناخية. اهو الإجابة هي يا جماعة. هقول له إن عبد الرحمن ابن خلدون يرى أثره على البيئة على البشر. فسكان الصحاري يعملون في الصيد، بينما سكان الريف هيعملوا في الزراعة. يا باشا، أثر على البشر، مكان، تغير. فخلاص يا جماعة، أقاليم جغرافية. فأنا عايز أقارن بين اتنين، أقارن بين البشر في سكان الصحاري بيعملوا في الصيد، بينما البشر في سكان الريف بيعملوا في الزراعة لو تاخد بالك. إحدى قوائم بيكون اسمها جدول المقارنة، تسجل فيه التجارب. جدول مقارنة بيسجل فيه التجارب، مقارنة. طب ده عالي، طب ده واطي، طب ده رفيع، طب ده تخين. هو عمال يقارن، عمال يفوت لو تاخد بالك. التي تتغير فيها الظاهرة المدروسة زيادة ونقصانا. اكشف عن هذه القائمة المشار إليها مدللا عليها بمثال من عندك. يا باشا، قائمة التفاوت. وقلت في قائمة التفاوت حرارة الشمس في ساعات النهار المختلفة. بس يا باشا، دي قائمة تفاوت، زيادة نقصان. مفيش حاجة اسمها ظاهرة هنا. فين الظاهرة في الموضوع؟ فدي زيادة ونقصان. فدي يا باشا كده قائمة التفاوت. السؤال اللي بعد كده: قيم المحافظة أحد قواعد التعامل مع البيئة وحمايتها ورعايتها، والتي تختص بتوجيه سلوك الأفراد نحو المحافظة على نظافة الطرقات والبيوت. نظافة طرقات وبيوت الخاصة والعامة، وكذلك الحفاظ على الصحة البدنية والصحة النفسية. صحة بدنية، صحة نفسية. بحافظ اهو، امراض اهو، بيوت اهو. خلي بالك دوت عمك علي بن رضوان. ما بتكلمش على مكان هنا. ابن خلدون ما خدتش عبد الرحمن ابن خلدون ان هو بيقول لي مميز بين دي، وعمال يقارن. هنا بيكلمنا عن اخلاق الارض، ما خدتش اخلاق الارض. هانز يوناس بيكلمنا عن اخلاق المسؤوليه، اخلاق اجيال قادمه، حقوق اجيال قادمه، اخلاق مسؤوليه. طب فين يا جماعه عمك هانز يوناس في الموضوع هنا؟ فدوت يا رجاله هيبقى ابن رضوان، علي بن رضوان، الراجل الفيلسوف والطبيب المصري. السؤال اللي بعد كده بيقول لك: فليحيى الاله الكامل المحبوب. يحيى الاله الكامل المحبوب الذي يوفر المياه لكل شخص والوفرة في طريقه والطعام فوق أصابعه، وعندما يعود يعم الفرح البشر أجمعين. يعم فرح البشر أجمعين. نستنتج مما سبق أحد جوانب اهتمام الفكر المصري القديم بالبيئة، وهو: خلي بالك أنا بقول لك مية، مفرة مياه. يبقى هنا عبادة النيل. يا باشا، أنا عمال أقول لك وفرة، عمال أوفر لك في المياه لو تاخد بالك. تعويذة إعلان البراء، فين التعويذة في كده؟ بقول لك مية، إله محبوب مية، أنا لسه ما متش. هنا صور وأشكال دينية. لا، ما هي تعويذة، هي صور وأشكال دينية. كتاب الموتى. التلات يا جماعة، التلات اختيارات كلهم يندرجوا تحت حاجة واحدة. الصح هي عبادة نهر النيل وتقديسه. يقول عمك بيكون: إن الخطوة العملية الأولى
التي يجب البدء بها هي القيام بالكشف، هي قيام بكشف عام وإحصاء واسع. خطوة عملية، خطوة عملية أولى التي يجب البدء بها. أبدأ بها، الخطوة اللي أبدأ بها هي إيه يا عم؟ هل هي الملاحظة؟ بيقول لك نستخلص من مسابق ضروره استخدام احدى خطوات الجانب الايجابي للبيكون. بيقول لك خطوه اولى. وانا في الخطوه الاولى عملت ايه؟ انا لاحظت، انا جمعت معلومات. لو تاخد بالك دي يا جماعه ما فيهاش حاجه. انا بقول لك خطوه اولى، لا مش التحليل ما كانش الخطوه الاولى، الترتيب ما كانش الخطوه الاولى، التقويم والوصول الى القانون ده ما كانش خطوه اولى. هي فين الخطوه الاولى؟ انا بقول لك اول خطوه. اول خطوه هي ملاحظه، اول خطوه هي جمع معلومات. لو تاخد بالك قيم التكيف أحد قواعد التعامل مع البيئة والتي تدعو إلى التكيف مع التغيرات الطبيعية والظروف المناخية. تكيفات أحد قواعد التعامل مع البيئة. تعامل بيئة خلي بالك، حاجة مع حاجة، ظروف مناخية، حاجات مناخية. بيقول لك استخلص اسم المفكر العربي. يا باشا ده ابن خلدون، ده عبد الرحمن ابن خلدون. ما انت عمال تقول لي مقارنات اهو، ظروف مناخيه، هل ده كويس هل ده وحش؟ فعبد الرحمن ابن خلدون مفيش هنا امراض، مفيش هنا اوبئه عشان اختار علي بن رضوان، لا ده عبد الرحمن ابن خلدون يا باشا. السؤال اللي بعد كده، احدى قوائم بيكون تسجل فيها التجارب، تسجل فيها التجارب التي لا تبدو فيها الظاهره. اكشف عن هذه القائمة المشار إليها مدلنا عليها بمثال من عندك. خلي بالك تجارب ما بسجلش فيها الظاهرة. طب دي ايه؟ حضور؟ يبقى يا باشا تقفل الفيديو وتروح تحول صنايع وما تجيش هنا تاني يا عسل. يا باشا حضور مين؟ بقول لك مش موجودة فيها أصلا. يبقى دي يا جماعة قائمة الغياب. وقلت لك إن الحرارة، حيث أن الحرارة لا توجد في ضوء القمر أو الجليد. دي يا رجاله قيمة الغياب مش الحضور. اوعى، اوعى يا فاشل، اوعى تغلط زي ما بتغلط كل اسبوع. اقول لك ايه في الفيديو وانت عارف، حول صنايع على طول، مفيهاش كلام. وبكده يا رجاله نكون خلصنا التقييم الاسبوع الثالث بتاعنا. ركز في الاسئله دي قوي، زي ما انا بقول لك كل مره، الاسئله دي موضع امتحان، ركز فيها. ربنا معاكم، ربنا يوفقكم ان شاء الله، معاكم في ظهرك. والسلام عليكم.